هو احنا ليه بنتكلم لغات كتير مع ان احنا كنا بنتكلم لغة واحدة؟ يعني ليه بقى في انجليزي والماني وروسي وصيني وكلهم مختلفين عن بعض؟ شوف بقى يا صديقي، القصة ابتدت مع طوفان سيدنا نوح عليه السلام واولاده اللي جو من نسلهم اغلب البشر، حام وسام ويافث. في الوقت ده كان في لغة واحدة بس، وبدأ الاختلاف. البداية كانت من الهجرة. البشر بدأوا يهاجروا، وأبناء سيدنا نوح كل شخص خد فيهم مجموعة وراح لمكان مختلف. فيهم اللي سكن الصحراء، واللي ركب مركب وطلع على البحر، واللي صعد على الجبال، واللي استقر في الغابات. وفي كل بيئة الإنسان كان بيشوف حاجات مختلفة، وكان بيطلق عليها أسماء جديدة عشان يعرف يميزها. وهنا بدأت تظهر اللهجات، ومع عزلة الإنسان كل مجموعة بشرية طورت اللهجة بتاعتها أكتر. فالإنسان اللي عايش على الجبل بقى يتكلم بطريقة مختلفة عن الإنسان اللي عايش جنب البحر، لأن طبيعة البيئة مختلفة وطبيعة المخاطر مختلفة. يعني اللي بيواجه أسد ونمر صوته بيكون أهدى من اللي بيواجه عقارب وتعابين، بيكون صوته أعلى وبياخد ردة فعل أسرع، زي العقارب والتعابين اللي في حياتك كده. ومع مرور الوقت اللهجة بقيت لغة منفردة عن اللهجة الأم. هبسطها لك، بص ببساطة يعني يا صاحبي، اللغة دي عبارة عن شجرة، والشجرة دي بيطلع منها فروع اللي هي اللهجات، وبعد كده الفروع دي بتكبر وبتبقى لغات، وبيطلع منها فروع تاني يعني لهجات جديدة، واللهجات بتكبر وبيطلع منها لغات وبتتفرع تاني وبيبقى فيها لغات ولهجات وليلة مش فايتة سعادتك. وده اللي بيفسر ان في لغات متشابهة، ده لانهم من نفس الاصل ومن نفس اللغة اللي انشقوا منها، زي الايطالي والاسباني والفرنسي جو من اللغة اللاتينية، والعرب والعبري والفارسي ليهم اصل لغة وهي اللغة السامية. طيب ايه هي اللغة الام اللي جت منيها كل اللغات الموجودة حاليا؟ الجماعة بتاعت الغرب بيقولوا ايه؟ ان الانسان في البداية كان بيصدر اصوات، ما كانش بيتكلم. يعني مثلا لما يجوع بطنه تقعد تعمل الصوت اللي انت عارفه ده، ولما يكون عاوز ينام بيتوب، ولو في خطر بيصرخ، وهكذا. الحياة كانت بسيطة، والدولاب مسمر في حيطة، وامهات كانت حويطة، مطبخها وبروي حلة. ومع الوقت اللغة دي بدأت تتطور، بقى يظهر لها كلمات وقواعد وهكذا. لكن لحظة، ده بعيد تماما عن مفهومنا الديني للغة. سيدنا آدم ربنا علم الأسماء، يعني كانت في لغة. في بعض التفسيرات بتقول اللغة السريانية، والجماعة إياهم بيقولوا اللغة العبرية، وإحنا بنقول اللغة العربية، وكلها نظريات، ما فيش شيء قطعي ومؤكد بثبوت اللغة اللي كان بيتكلمها سيدنا آدم. لكن على أرض الواقع والمصادر التاريخية الأولية اللي شفناها بعيننا، بقى أقدم اللغات المكتوبة كانت اللغة الهيروغليفية واللغة الصينية واللغة السومرية، واللي لقوها تقريبا من 5000 سنة. الاهتمام الجامد باللغة ده يا صديقي بسبب ان اللغة تعبر عن الهوية. المستعمرين كانوا بيفرضوا علينا اللغة زي الانجليزية والفرنسية، وكل ما نبعد عن لغتنا هنبعد عن ديننا وهويتنا. وعشان كده مفروض نستميت في الدفاع عن اللغة، لان هي بتحافظ على هويتنا والتراث بتاعنا.